أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناة مع إيمان الشمالية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بأحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا فيديو جديد اللي نديكم معايا في جولة الطبيعة إن شاء الله، وتشوفوا المناظر شحال غزالة والدنيا مخضرة كتحمق. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وخليكم معايا إن شاء الله حتى لاخر الفيديو. وممكن نتمنى اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وتبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم باش القناه ديالي ان شاء الله تزيد تكبر. وكنتمنى تفعل القناه ديالي ونفرح بها. هاد الامنيه عندي، كنتمنى القناه ديالي وصلت يعني كملت العام وباقي ما حققتش الشروط. كنتمنى تساعدوني وتعاونوني باش نحقق الشروط وتكبر لاشين ديالي ونشارك معكم بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. بعد ما وصلنا للدار شاركت معكم هذا الطوس وهذا الجديودات مزيونين. بالنسبه لهذا الطوس انا ما كنتش عارفه الذكر ديال الطوس هو اللي كيكون عنده الريش. انا ملي شفتو مزيون وقد سحبني الانثى ديال الطوس، ولكن الانثى ديال الطوس ما كتكونش بالريش. انا غنوري لكم الانثى ديال الطوس كيفاش كتكون بالنسبه للناس اللي ما كانوش عارفين. انا ما كنتش عارفه. تبارك الله كيبان مزيون، وانا ملي شفتو مزيون وهذا سحبني الانثى. والانثى ديال هادو الجديودات كيدوروا مع الدار. الانثى ديال الطوس هي هذه، راه كتبان سبحان الله العظيم، كتبان هذه هي الذكر ديال الطوس، وبالعكس هذه هي الانثى ديال الطوس. الذكر مزيون عنده الريش. ايوا نتوما معايا ان شاء الله حتى دوزو هذا النهيوار. عندهم الدنيا غزاله هنايا وطبيعه جديودات، ودابا الدنيا مخضره تبارك الله. كيجيو الناس لهنايا كيعملوا ميريندا. والروتين ديالنا اللي غنبداو هو هذا، غنبداه معكم بالعجينه وبسم الله وعلى بركه الله. نعجنوا العجينه ديالنا. انا عامله يعني بحال اي واحد طحين د الزراع والطحين رطب باش كتجينا الخبز رطيبه ومزيونه. غنعجنوها ان شاء الله بشويه الملح وشويه الخميره والماء دافي. وهانتوما معايا ان شاء الله حتى نعجنوا العجينه ديالنا ونشارك معكم الطياب في الفران ديال العواد. هذا هو الهدف ديالي من هذه العجينه، بغيت نشارك معكم الطياب في الفران ديال العواد. هانتوما معايا ان شاء الله حتى نكملوا العجينه ديالنا وندلكوها مزيان باش كتجي الخبز مزيونه. وخليكم معايا صافي. والعجينه ديالنا من بعد ما دلكناها مزيان حتى كترطب، ودابا ان شاء الله نخليوها حتى ترتاح وكتخمر. عاد ندوزو ان شاء الله باش كنلووها كويرات ونقرصوها. صافي هذا هو صافي العجينه ديالنا هي من بعد ما خمرت صافي كنعملوا خبيزات صغارين على حساب الفران صغير. ودابا ان شاء الله ملي نكملوها كنخرجوا نسخنوا الفران. هو هذا الفران اللي غنطيبوا فيه الخبيزات ديالنا ديال اليوم ان شاء الله يا ربي. هذه سندس كتعمل العويدات في الفران. صافي كنبقاو نسيبوا فيه العواد حتى كيسخن في مره. وعاد ان شاء الله كنمسحوه مزيان وكنسيبوا فيه الخبز. كتجي رائعه الخبز د الفران د العواد، تقليديه وفيها النسمه بنينه ضد الدخان وكتجي مقرمشه غزاله. ايوا صافي خليكم معايا ان شاء الله حتى تشوفوا الخبيزه ديالنا من عاد تحمر في الفران. هو الطياب هذا الفران صراحه صعيب بزاف، يعني فيه الصهد بزاف وفيه التعب، ولكن الخبز ديالو كتجي بنينه رائعه. صافي وصلنا للمرحله ديال التشطيب ديال الفران. غنشطبوه مزيان من ديك الرماد ومن العواد ومن كل شيء باش الخبز ما باش الخبز كتجي على الارض نقيه. ايوا صافي دابا ان شاء الله غنسيبو فيه الخبز وعاد تشوفوا معايا كيفاش كيتجي الخبز. بحال هذا الفران بالنسبه اللي عنده فران كيجي البيتزا ديالو كتجي مزيونه. وملي يسالي الواحد من الخبز يعمل فيه طاجين د الحوت اولا يعمل فيه
حوتي تشوى الفلفله الدبنجان في هاد التجميرات. ايوا صافي يعني كيبقى سخون مده طويله. ايوا واللي بغى الخبز د فران د العواد يجي مرحبا به. نمشيو حتى عند العكوزه اختي ان شاء الله ونعدلوها له ان شاء الله يا ربي اللي تشهاها. هي صراحه الله كتجي احسن من الخبز الفران د الزنقه، كتجي ناشفه وفيها المذاق مزيون ونسمه د العواد وعاد صحيه. يعني اللي عنده الخاطر وعنده الوقت وعنده الفران يعني مزيانه بزاف. صافي دابا ان شاء الله كنصيبوا الخبز ديالنا للفران، كتحمر داغيا ما حتىش ماشي كبيره بزاف وماشي غليظه. صافي ها هي الخبيزه ديالنا من بعد ما تحمرت كترجع منوره غزاله، ولكن كيف ما قلت لكم يعني فيه تمارد بصح. يعني الله يرزق الصبر اللي كيعدل الخبز دائما باش تاكل الخبز الفران د العواد راه صعيبه. وهي هذه الخبيزات ديالنا من بعد ما تحمروا صافي كنمسحوهم من ديك الرماد اللي كيبقى فيهم وكنخليوها حتى كتبرد. صافي كتجي محمره غزاله من كاع الاتجاهات. وسمحوا لي دا شاهدكم في الخبز، راه كاين اللي كيتشهى الخبز بحال هيدا العواد وهاد الكليسه هادي في الزنقه مع البريد ديال اتاي والزبده بلديه كتجي غزاله. حنا راه جالسين كنطيبو كناكلو في الخبز. عندنا بزاف د الخبز، يعني عندنا واحد الكميه تقريبا شي 20 خبيزه. وهي الخبز اللي كلينا راه قرابين نساليو خبيزه. شوفوا كيفاش كتجي من الداخل مفشفشه وغزاله محمره. ايوا بالصحه والراحه جميع الناس اللي كلاو هذا الخبز هادي. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. ودابا لقيتونا راجعين بحالنا دينا الخبز ديالنا وغنمشيو بحالنا ان شاء الله. وشكرا للناس اللي كتبعني، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جدادين وروتينات جدادين وصفات جديده. اي حاجه عملتها ان شاء الله نشاركها معكم.